السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش بدعوة حلوة من قلبكم، وكمان لو حابين تضغطوا لايك هكون مبسوطة جدا جدا. ويلا بينا نبتدي الفيديو. ان شاء الله النهارده هننفذ مع بعض المحفظة الصغننة دي. هو بوك صغنن كده يعني للفكة بقى، للفلوس، اي حاجة. اهم حاجة ان احنا بنستغل بواقي الخيط اللي عندنا. بصوا، انا بحاول ان انا استغل اي خيط عندي مركون. انا كان عندي شويه خيط قطيفه كده، اشتغلت بيهم لكلوب، وبصراحه الخيط ما كانش الطف حاجه معايا. هقول لكم ليه دلوقتي. بس استخدمت في الفيديو ده ابره مقاس 6، وتقدري تستخدمي الابره اللي تريحك، واستخدمت خيط قطيفه ومقص، وعايزه زرار وخيط علشان اركب الزرار، وكمان خدت اللي هو الماركر علشان اعلم. بصوا ده شكله من ورا ومن قدام. سوري. بصوا بيتفتح كده. هو مش مبطن من جوه الحاجه لان هو قطيفه. انت حابه تبطنيه مفيش اي مشاكل، حابه تعمليه بخيط غير خيط القطيفه برضو مفيش اي مشاكل. احنا بنتعلم الفكره بس. اي حاجه بقى انت تقدري تزوديها من عندك، انت فنانه مبدعه هتقدري تطلعي احلى مني مليون مره. البتاع المحفظه دي، بصوا وزنها 44 جرام. 44 يعني هنقول 45 جرام. بس ده ليه؟ ده علشان عاملة 3 ألوان، وأنا لما بعمل تغيير لون بدخل الألوان تحت الشغل، يعني يعني يعتبر الخيط الضعف. فاهمين قصدي؟ ف بس ملحوظة عايزة اقول لكم عليها، زي ما قلت لكم الخيط ما كانش الطف حاجة معايا بسبب نوعه. هو الخيط يا جماعة استوك، تمام. بصوا بيتفك معايا كده من اقل حاجة، يعني شايفين كله على كده. هقدر معايا كمية، ما اقولكوش على كمية الخيط اللي هقدرها. انا للاسف ما كنتش اعرف ان هو سيء كده، ووقت ما اشتريته للاسف كنت مشتريه منه برضو يعني كمية مش كبيرة، بس اشتريت منه شوية. حتى لما كنت يعني بربطه كده كان بيطلع، بصوا، فتلات كده. حتى يعني انا مش بتك عليه عشان تطلع، هو كان بجد كان سيء. ف انتوا حاولوا تعرفوا الخيط الكويس، يعني جربوا كده زي ما انا ما جربت. لو لقيتوه بيطلع فتل كده يبقى مش حلو خالص، ما تشتروهوش. اشتروا اللي هو ماركة معروفة، يعني ما تشتروش ستوك لو هو مش حلو. بصوا انا وريتكم المشهد يعني اللي فات كان هقدر معايا قد ايه. فانا طبعا زي ما كنت مفهماكم قبل كده، انا لما بشتغل حاجة او بخرجها علشان ابيعها لازم اكون مجرباها الاول علشان ما يكونش فيها اي مشاكل. فلما جربته في اللكلوك زي ما قلت لكم الخيط ما عجبنيش، فقلت طب ليه ما استغلش الخيط اللي عندي واعمل لكم بيه مشاريع على القناة تقدروا ان انتوا تستفادوا بيها لو انتوا عندكم خيط حلو. في نفس الوقت الخيط ده لو انتوا سوري، المشروع ده لو انتوا حابين ان انتوا تعملوا زي جفت، تطلعوه جفت مثلا لاوردر قايم عندكم، اوردر كبير، حابين تطلعوا جفت حلوة كده زيكم، هيكون مناسب جدا جدا. هنبتدي نعمل عقدة بداية مع بعض. انا هستخدم لون واحد بس معاكم علشان ما لخبطكوش، فهستخدم لون واحد. وهبتدي اخد سلسلة كده، والسلسلة اللي انا خدتها دي هعلمها بماركر بالشكل ده كده. هقرب لكم كده، وهبتدي اخد 1 2 3 4 5 بالشكل ده، 6. هفك تاني ونعملها من الاول مع بعض. كده انا دي السلسلة اللي حاطة فيها الماركر. 2 3 4 5 6. 6 سلاسل، تمام. ده المقاس اللي انا حباه. هحط في السلسلة الستة، هحط فيها ماركر علشان ما تلخبطش، لان الخيط القطيفة بيكون داخل كده في بعض فساعات بيلخبط. وهرتفع سلسلة كمان، يعني انا كده عاملة 7. هدخل بقى في السلسلة الستة دي وهعمل غرزة حشو.
واعمل فيها ماركر. اول غرزة دي هحط فيها ايه ماركر، واحدة واحدة وامشوا معايا بالراحة. عملت فيها غرزة حشو، هعمل فيها غرزة كمان، يعني هعمل في الغرزة الستة او في السلسلة الستة هعمل فيها 2 حشو، وهحط في اول غرزة حشو عملتها ماركر، وفي الغرزة التانية ماركر. تمام. هشتغل بقى في كل غرزة من غرز السلسلة هشتغل فيها غرزة واحدة حشو. بصوا كان طالع ازاي، بجد ما كنتش حباه، بس كان لازم ان انا استفيد وافيدكم معايا واعمل لكم مشاريع وانتوا تستخدموها بخيط نضيف بقى، واعرفكم ازاي تعرفوا الخيط النضيف من الخيط اللي مش كويس. هنشتغل كده السلاسل اللي باقيه غرزة حشو، بس هشتغلها فين؟ في الحلقة الخلفية بالشكل ده كده. يا رب يكون واضح قدامكم كده والتصوير يكون احسن بالشكل ده. وهكمل كده، هاجي بقى على اخر غرزة دي اللي انا حاطة فيها الماركر، هشتغل 1. تمام بالشكل ده اهو. ده بصوا الشكل عامل ازاي. هشتغل كده، عملت 1 وهعمل غرزة كمان في نفس المكان. يعني انا في اول غرزة اشتغلتها سلسلة هشتغل كام؟ عدوا كده معايا، هنعد كده مع بعض اهو. هعد لكم تاني. دي كده الغرزة الاولى اللي انا اشتغلتها وحاطة فيها ماركر. هشتغل ادي 1. تمام، وهحط فيها ماركر كده. تمام، وهعمل غرزة حشو تانية في نفس المكان بالراحة كده وواحدة واحدة. ادي دي كده تاني غرزة معايا. الغرزة بقى اللي انا حاطة فيها ماركر دي هدخل فيها مرة تالتة، يبقى انا كده عاملة 3 غرز زي ال3 غرز اللي هناك. هنعدهم برضو مع بعض عشان تتأكدوا معايا. ادي 1 2 3. تمام، وانا عاملة هنا 2 وهعمل التالتة وانا بلف. تمام، خليكوا بس ايه واحدة واحدة كده وهنشوف مع بعض. هشتغل بقى هنا في كل الغرز دي حشو زي ما اشتغلتهم كده، وهاخد الخيط تحت الشغل معايا. بصوا بالشكل ده كده عشان ما الخيط ما يفكش، زي ما متفقين لازم نأمن شغلنا. وهبتدي ان انا اشتغل كده بالشكل ده، واخد الخيط معايا كده من تحت الشغل اثبته معايا واعمل غرز حشو. غرزة سهلة وبسيطة، وانا مش مستخدمة اي غرز فيها مثلا تعقيد او حاجة. غرزة الحشو العادية خالص تقدري تستخدميها بالغرز اللي تعجبك. وبعد كده بعد ما اخلص عدد السلاسل بتاعي، تمام ده كده بيبقى الشكل. هشيل بقى الماركر من هنا وهبتدي اظبط كده الخيط بتاعي وادخل اعمل غرزة حشو. بصوا الشكل كده عامل ازاي. دي كده ادي تالت غرزة معايا. طب انا عايزة بقى انتقل للسطر. ادي 1 اهو 2 3 زي ال3 اللي الناحية التانية بالظبط. لازم الجنب ده يبقى زي الجنب ده. طب عايزة انتقل بقى انا للسطر التاني. هدخل كده من تحت الغرزة دي واعمل غرزة منزلقة، واعمل كده غرزة ايه منزلقة برضو كده. ال3 بتوعي معايا، يعني انا فاهمين قصدي. انا بس عشان ابدأ فخدت ادي 1 هنا وهنا 2 وهنا 3،
فانا هدخل في النص اللي هي في الغرزة التانية، هدخل اعمل من تحت الحلقتين كده واخد الخيط معايا زي ما هو، وادخل من تحت الحلقتين كده واعمل منزلقة. فالغرزة المنزلقة دي بالنسبة لي انا بقت بمثابة الغرزة التانية. تمام تمام بالشكل ده. بصوا كده. احنا بقى هنشتغل غرز سنبلة، بمعنى ان انا مش هدخل تحت الحلقتين، انا هدخل جوه حرف الفي بالشكل ده كده، ولازم اخرج من ورا كده من الحلقتين دول، لازم اخرج ما بين حلقتين كده، مش هرتفع سلاسل ولا اي حاجة، واعمل غرزة حشو. تمام. تاني انا ماشية معاكم خطوة خطوة. دي كده غرزة المنزلقة بتاعتي اللي انا اشتغلتها. هشيل بقى الماركر واحط الماركر ده في غرزة المنزلقة علشان ما اتلخبطش، ابقى انا عارفة ان دي الغرزة اللي انا هقفل فيها بعد كده. تمام. مش هدخل بقى في الحلقتين، احنا قلنا هندخل في ال ما بين حرف الفي. دي كده اول غرزة حشو. هدخل كده من نص حرف الفي كده، ولازم اخرج من ورا برضو من نص حرف في. بصوا ادي اهو، هدخل من النص كده واخرج من النص هنا كده من ورا. مع الوقت هتلاقي ان انت بتعمليها من غير ما بتبصي، بس انت لو مبتدئة لازم تبصي تتأكدي علشان ما تحسيش ان شغلك فيه لخبطة. تبتدي كده ان انت تظبطي الشغل بتاعك واحدة واحدة. انا مش هعمل تزايد خالص خالص، انا هفضل ماشية بنفس الطريقة. فوق كل غرزة حشو هعمل غرزة حشو بس في حرف الفي. تمام. في حرف الفي من النص، هفضل ماشية كده. هعمل غرز حشو، مش هعمل اي تزايد. انت حابة تكبري المقاس اعملي تزايد، مفيش اي مشكلة، وانا ان شاء الله قريب هعمل لكم القاعدة البيضاوية باي مقاس تحبوه. بصوا اهو، انا دخلت هنا هدخل في حرف الفي ده بالشكل ده كده اهو، دخلت في النص شايفين اهو، ادي الحلقتين اهم داخله في النص ما بينهم بالظبط، واعمل غرزة حشو. المحفظة بتاعتنا هتبتدي بقى تقوس معايا تاخد الشكل. بصوا هتبتدي تقوس كده مادام احنا ما عملناش تزايد. هشيل بقى الماركر كده، مش هسيب اي ماركر غير الماركر بتاع غرزة المنزلقة، لان هو ده اللي هيكمل معايا لحد ما اخلص الشغل بتاعي، هو ده اللي انا هقفل فيه كده بالشكل ده. وابعدهم بقى كده بعيد واكمل غرز حشو كده. هاخد بقى الطرف اللي فاضل ده برضو هدخله من تحت الشغل كده، هدخله كده واحدة واحدة واخده كده من تحت شغلي. النظافة يا جماعة، النظافة بجد في الشغل. انا عارفة ان انتوا الله اكبر عليكم اللهم بارك بتعملوا شغل زي القمر وتحفة، بس بجد اهتموا بالفينش واهتموا بنظافة الشغل. بصوا انا دي كده اخر غرزة معايا، دي اخر غرزة. بصوا 3 حلقات ازاي، 1 2 3. تعرفوا منين انها اخر غرزة؟ اللي هي يبقى معاكم 3 كده. بعد ما دخلت الخيط وسحبته هدخل بقى في الحلقة الخلفية في غرزة المنزلقة بالشكل ده كده كده، واسحب الخيط بتاعي. تمام اهو كده. ادخل كده بقى في النص واعمل غرزة حشو واحط ده كده الشكل. هقص كده البتاع دي
واحط في الغرزة الحشو اللي انا عملتها احط فيها ماركر. تمام. وهاجي في اللي بعدها اعمل حشوة عادية زي ما اللي انا بعملها. احنا دي بنقول عليها سنبلة، يعني الغرزة اللي بتبقى في حرف الفي من تحت دي احنا بنقول عليها سنبلة. كده بالشكل ده. وهكرر نفس الكلام، هفضل داير ما يدور لحد ما اوصل لغرزة المنزلقة. برضو هشتغل غرز حشو. عايزاكم تقولي رأيكم في حاجة. انتوا بتحبوا ان انا ارغي معاكم، ولا بتحبوا ان انا يدوب بس تشوفوا المعلومة او تشوفوا تاخدوا الفكرة وخلاص؟ يعني حد فيكم بيتضايق ان انا بتكلم كتير في الفيديو، او يعني ممكن اكون مثلا بقول لكم رأيي في كذا حاجة مع بعض، بخرج عن الموضوع كتير؟ لو ده مش يعني لو انتوا مش بتحبوه اكتبوا لي في الكومنتات، او قولوا لي انتوا بتحبوه اكمل فيه ولا لأ، عشان يعني مش عايزه اكون بعمل حاجه تكونوا انتوا ما بتحبوهاش. فاهمين قصدي؟ ف يعني بتحبوا ان انا ارغي معاكم كده ولا ايه الدنيا؟ بصوا دي كده اهي، شايفين؟ دي كده اخر حاجه اهي. هدخل فيها كده اهو، بدخل من النص بالشكل ده، تحسوا انها تحت لتحت كده شويه، واسحب الحلقه. ومش بقفل بقى بحشو عادي، لا، انا لسه بدخل في الحلقه الخلفيه من الغرزه الحشو اللي احنا خدناها كده بالشكل ده. دي كده الغرزه بتاعتنا اللي احنا قفلنا فيها. هندخل في اللي بعدها نعمل غرزه حشو. هعيد لكم تاني كده. دخلنا كده في الغرزه دي، هنسحب الخيط معايا حلقتين على الابره، هدخل في الحلقه الخلفيه كده واسحب الخيط من ال3 حلقات. ده كده الشكل. وهبتدي اخد الغرزة اللي بعدها دي هعملها غرزة حشو عادية. تمام. وهعمل فيها بقى الماركر، هحط فيها الماركر علشان ما اتلخبطش بالشكل ده. وهكمل السطر بتاعي لحد ما اوصل برضو للغرزة الاخيرة. تمام. فهكمل بقى وارجع لكم. كده دي اخر غرزة هدخل فيها برضو بالشكل ده واسحب. هيبقى معايا حلقتين، هدخل في الحلقة الخلفية للغرزة دي كده واسحب الخيط واخرجهم من ال3 حلقات. هيبقى في غرزة حشو هدخل فيها واعمل غرزة حشو كمان بالشكل ده، واحط فيها ماركر. وهبتدي اكرر نفس الكلام لحد الطول اللي يعجبك. هبتدي اكرر نفس الكلام لحد ما توصلي للطول اللي يريحك. تمام. ما تنسوش ان انتوا تقولي رأيكم. احنا لسه هنكمل يعني، بس انا بفكركم تقولي رأيكم. بتحبوا ان انا ارغي معاكم كده تحسوا ان انا واحدة منكم، ولا عايزين تعرفوا بس يعني المعلومة بتاعة الفيديو وخلاص، ولا ايه؟ علشان ما اعملش حاجة بس تضايقكم والله. هخلص واكمل لكم بقى بعد كده. انا كده كملت الطول اللي انا عايزاه. تمام. هو اطول شوية من اللبن اللي انا وريته لكم، بس تمام يعني. هنا دلوقتي هنعمل الغرز المنزلقة دي. مش حابين تعملوها مفيش اي مشاكل، براحتكم خالص، بس انا هنعملها معاكم عشان لو حد حابب يعملها. تمام. موضوع الزرار تقدروا برضو ما تعملوش زرار، وتقدروا تركبوا سوستة صغيرة. هتبقى يعني هتبقى ايه، عملية اكتر، بحيث لو حد هيحط فضة او حاجة. فاهمين؟ هدخل كده واعمل من تحت الحلقتين كده واعمل منزلقة عادية خالص، ما شدش ايدي في المنزلقة. تمام. بصوا بقى، هقول لكم على حاجة. في ناس، بصوا ده كده نص المحفظة بتاعتي. انا هحدد مثلا هحط هنا الزرار، يعني هحدد ده وش وده الظهر براحتي. وقت ما احدد ان ده الوش وده الظهر هاجي من ناحية الظهر، يعني انا كده يعتبر ماسكة الظهر بتاعي. تمام. وهاجي كده في نص المحفظة بتاعتي واسحب الخيط بالشكل ده كده.
تمام. واعمل تيست، هوريكوا ازاي دلوقتي اعمل تيست ازاي للزرار، يعني للمقاس بتاع الزرار. انا هحط الزرار فين واخلي طول الخيط على حسب طول الزرار اللي انا هحطه. تمام. تمام. فانا كده هيكتفي بالطول ده، الطول ده مناسب بالنسبة لي. هخليه زي ما هي كده واحط ايدي عليها عشان ما تتحركش معايا، وابتدي اعمل منزلقة عليها عادي جدا. يبقى الخيط اللي انا عملته للزرار هو نفس الخيط اللي انا بعمل بيه المنزلقة بتاعتي العادية. وابتدي برضو حاطه ايدي عليها اهو علشان بس ما تتشدش معايا لحد ما اخلص المنزلقة. بصوا كده مش هتتشد بقى معايا خلاص، هتبقى متينة وماسكة، وفي نفس الوقت الخيط ده يعني هو اللي انا شغالة بيه، لا مثلا خياطة هتفك ولا حاجة هتفك. في ناس مش بتحب كده، في ناس ممكن تعملها ازاي، بعد ما بتخلص المنزلقة خالص بتقوم جايبة الخيط وجايبة يعني قطعة من الخيط وتعمل ايه بإبرة وخيط كده تخيطهم ويبقى كده ثبتتهم. انا بحب ان انا يبقى شغلي كله بحاجة واحدة، يعني على قد ما بقدر. يعني طبعا في حاجات ما بتنفعش، بس على قد ما بقدر لا الحاجة تبقى يعني بماتيريال واحدة بحيث ان هي تبقى متينة. فاهمين قصدي؟ كده هشتغل بقى غرزة منزلقة عادية خالص من تحت الحلقتين كده، تحت الحلقتين بسحب الخيط واطلعه من الحلقة اللي على الإبرة. خلصت منزلقة. طيب انا عندي مكان الغرزة اللي فيها الماركر دي فاضية، ولو عملت فيها غرزة منزلقة هيبقى قدامي غرزة زيادة. يعني انا اعمل فيها ايه؟ فقصيت الخيط كده زي ما انتوا شايفين. بصوا كان بيتشال معايا، بحاول اظبطه بس. بعد كده بسحب بقى الخيط بتاعي واحدة واحدة كده طرف. تمام. بصوا بشد بقى كده. بصوا يعني ايه، هنعمل منه حلقة كده بس ايه يعني زي ما بيقولوا كده في الخباثة كده، يعني محدش يعرف ان دي حلقة كده. هندخل تحت الحلقتين بالشكل ده ونسحب الخيط. حلو. تمام. مش هنشد الخيط قوي يعني، هنشيل بقى الماركر ده خلاص احنا مش عايزينه كده. في الغرزة اللي قبلها بصوا في الحلقة دي كده هجيبها من ورا كده واسحب الطرف التاني من الخيط. بصوا عملنا حلقة من غير غرزة. فاهمين؟ يعني عملنا حلقة كده شكلها شكل الباقي بس من غير غرزة. هدخل كده بقى من ورا اهو واسحب الخيط بالشكل ده كده بكل سهولة، وشكلها زي الغرز بتاعت المنزلقة العادية، مفيش اي اختلاف. ده كده الشكل. كده هبتدي بقى ان انا اداري الطرف ده. حابه تحطيه في ابره تنظيف وتداريه كده من جوه الشغل مفيش مشكله. حابه تجيبي ابره كروشيه زي اللي انا بعملها دي دلوقتي وتداري، برضو كله يرجعلك انتي. واهم حاجه بس ما تشديش الخيط قوي علشان يبقى المحفظه معاكي فلافي كده وخفيفه. يعني مفيش حاجه تبقى مشدوده شكلها مش حلو، كل حاجه مقاس واحد. طبعا بصوا مفيش حاجه، يعني مفيش حد بيتفق على كل حاجه، او مفيش حاجه اقصد ان مفيش حاجه معينه الكل بيتفق عليها. معلش سامحوني في التعبيرات. فممكن في ناس تشوف ان المحفظة دي شكلها مش احسن حاجة، بس انا هدفي وغايتي يعني من الفيديوهات ان انا اعمل لكم حاجات باقل الامكانيات. ولو الحاجة عندكم تقدروا تستفادوا منها، تقدروا تشكلوا، تقدروا انتوا تاخدوا بس الفكرة وانتوا تحطوا عليها غرز معينة، تحطوا عليها اكسسوارز معينة تخلي شكلها اشيك. انتوا فاهمين قصدي؟ اكيد كل فنانة كده مننا ليها الحس بتاعها وليها التاتش بتاعها. يعني بجد اكيد انتوا فاهميني، اكيد اكيد. هنبتدي ان احنا بقى نعمل الزرار كده بالشكل ده. هجيب بقى الزرار وهنجيب الابرة والخيط كده. طبعا برضو اختيار الزرار من ذوقكم انتوا، انا دي امكانيات موجودة عندي برضو بحاول اوفقها مع الشغل. فاهمين؟
دلوقتي بقى هجيب ابرة وخيط والضمهم وارجع لكم. كده ابرة عادية خالص بتاعة الخياطة، واخيط الزرار، ادخل كده من جوه واطلع من الفتحة يعني اللي في الزرار، وادخل من الفتحة التانية، وهشتغل على كده لحد ما ايه اثبت الزرار بتاعي كويس كده. خيطت الزرار وظبطته، وبعد كده بقى ده كده الشكل. دخلت كده الخيط في الزرار، ده كده شكله. هو يعني محفظة نقود كده، اللي هي تحطي فيها حاجات كده بسيطة في الشنطة يعني. تمام. نوزنها بقى علشان نشوف الخيط لوحده عمل كام جرام، تقدري تنفذيها بكام جرام. طبعا برضو المقاس اللي يريحك، ممكن تعمليها اصغر مني فتاخد جرامات اقل. ده عمل معايا 31 جرام. بصوا، اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه. ما تنسوش ان انتوا تدعولي دعوة حلوة من قلبكم لو استفدتوا بس فكرة بسيطة، ولو حابين انتوا تعملوا لي لايك للفيديو هكون مبسوطة جدا جدا جدا. وكمان لو حابين تشوفوني تاني وتشوفوا فيديوهات اكتر ليا، ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل تشوفوه. ولو حابين اي موديل انفذه او اي حاجة حابين تعرفوها اعمل لكم فيديو عنها، هكون مبسوطة جدا جدا لو كتبتوهم في التعليقات. بحبكم جدا جدا، اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير، وشكرا جدا لمتابعتكم وكلامكم الحلو ودعمكم ليا دايما. باي باي.